شكرا لك يا محمد. مباشرة إلى فابينو لاعب فريق نادي الاتحاد. فيليستاسيون. نهنئكم على هذه النقاط الثلاث المهمة للغاية. احكي لنا. صحيح، نقاط ثلاث مهمة، وهذا كان مهما بالنسبة إلينا. ردة فعل الفريق بعد المباراة الأخيرة التي خسرناها بلعب سيء، ولكن كان مهما لأن نفوز اليوم أمام جمهورنا وفي ميداننا، والجمهور كان مهما جدا وحاسما في هذه المباراة. وعلى الرغم من أن الخصم تقدم في المباراة لأننا كنا أقوياء ذهنيا لكي نعود بثلاثة أهداف في الشوط الأول، وهناك أيضا ردة الفعل كانت سريعة. صحيح، كان مهما أن تكون لدينا ردة فعل سريعة، وفي آخر المطاف بطريقة ما الاتحاد يعاني كما العادة، ولكن المهم هو النقاط الثلاث. فيما يخص الأداء، هل أنت راض عن الأداء في هذه اللحظة؟ صراحة في الموسم سأقول لك أن الأهم هو النقاط الثلاث، واليوم أعتقد أننا في الدقائق الأخيرة لم نكن راضين عما قدمناه، لأن المباراة كانت بين أيدينا، كنا متحكمين في 3-1، وهناك تغيير في المنظومة أثر علينا وجعلنا نتراجع إلى الخلف، وسمح لفرق الخصم أن يهاجم أكثر، ولم تكن لدينا فرص للتمرير، وهكذا عانينا كثيرا في الدقائق الأخيرة. ولكن علينا أن نفوز بالمباريات، هذا هو المهم حتى في المعاناة. وعلينا الآن هناك لدينا فترة سنتوقف فيها، علينا أن نستعد للقادم. هناك فارق 6 نقاط كتقدم لكم على الهلال، عليكم أن تفوزوا فقط في 3 مباريات من 5. كيف هو الوضع الآن؟ علينا أن نستمر في تقديم الأفضل لدينا، وأن نكون في أفضل الظروف البدنية، ونتمنى أن اللاعبين المصابين يعودوا إلينا لمساعدة الفريق، وهذا يتوقف علينا نحن. وبالتالي 4 انتصارات أو 3، ماذا تقول؟ 3. وبالتالي علينا أن نفوز في هذه المباريات المتبقية، علينا أن نبقى مركزين وأن نستعد لهذه المباريات الحاسمة. شكرا. إذا كان الحديث فابينو لاعب فريق نادي الاتحاد.